فاكرين القديس بروكوبيوس؟ الشهيد اللي حياته اتقلبت من والي يعذب المسيحيين لقديس عظيم نال إكليل الشهادة. بعد ما مات أبوه أخدته أمه ثاودوسية وراحوا لانطاكية. قدمت هدايا فخمة للإمبراطور داكلديانوس وطلبت منه يعين ابنها والي على مدينة. وافق الإمبراطور بس بشرط إنه يعذب المسيحيين ويطاردهم بأوامر منه شخصيا. لكن وهو ماشي من انطاكية حصلت حاجة غيرت حياته كلها. سمع صوت من فوق بينادي عليه وبيقول له: ليه قبلت تعمل ضد أوامر ربنا؟ هتموت لو كملت كده. فخاف وقال: انت مين يا سيدي؟ وريني ذاتك. وفجأة ظهر له صليب من نور، وسمع صوت بيقول له: أنا يسوع ابن الله المصلوب في أورشليم. اتزلزل قلبه ورجع على بيت شان وعامل صليب من ذهب زي اللي شافه بالضبط. وفي طريقه للإسكندرية هجمت عليه جماعة من العرب علشان يسرقوه، لكن قوة الصليب أنقذته وانتصر عليهم. ساعتها بص لأمه وقال لها: دلوقتي لازم تقدمي ذبيحة للمسيح اللي سندني بقوة صليبه. لكن الأم ما عجبهاش اللي سمعته، وبعتت لدقلديانوس وقالت له كل حاجة. فأمر الإمبراطور والي قيصرية فلسطين يعذبه، ولما اتجاب قدام الوالي اعترف بإيمانه بيسوع المسيح. فضربوه ضرب شديد لدرجة إنه قرب يموت، وبعدين رموه في السجن. وهنا حصلت المعجزة. السيد المسيح ظهر له محاط بملائكته، فكه من القيود وشفاه من جراحه. تاني يوم لقوه مفكوك سليم. جابوه قدام الأصنام وهو رايح يصلي، ولما الناس شافوه واقف صحيح وسليم اتأثروا جدا ونادوا بصوت واحد: احنا مسيحيين مؤمنين بإله بروكوبيوس. وكان فيهم أميرين و12 ست وأم ثاودوسية نفسها، كلهم استشهدوا واتضربت رقابهم ونالوا إكليل الشهادة. وبعدها رجعوه السجن تاني. وبعد 3 أيام جابه الأمير وقال له: رجعت لعقلك ولا لسه؟ قدم ذبيحة للآلهة. رد عليه القديس بكل ثبات: المسيح هو الإله الحقيقي، والأصنام دي ما تضرش ولا تنفع. اتغاضى الوالي وأمر إنه يشق جنبيه بالسيف، لكن أول ما السياف أرشلاوس مد إيده نشفت في مكانها ومات. فأمروا إنهم يطعنوه بالسكاكين ويحطوا خل على الجراح، وسحبوه من رجليه للسجن. فضل 3 أيام والوالي مش عارف يعمل فيه إيه. فرماه في حفرة نار، لكن الرب نجاه والنار ما لمستهوش. وفي الآخر أمر الوالي بقطع رقبته، ونال القديس بروكوبيوس إكليل الشهادة. صلاته تكون معانا كلنا. آمين. إذا أعجبتكم هذه القصة وألهمتكم، لا تنسوا متابعتنا لمزيد من القصص الروحية الملهمة. مونجيسو.